دلوقتي هتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وكلنا يعني مفيش حد فينا ما تأثرش بيه، ومحدش لحد دلوقتي ما بيسألش 100 سؤال في ذهنه. هو موضوع أوبر واللي بيحصل في أوبر، وكلنا عندنا تساؤلات ومتخبطين ايه اللي بيجرى، وليه بقينا فجأة قلقنا من شركة من شركات النقل والمواصلات اللي المفروض ان هي معمولة اصلا عشان تاخد بالنا من بناتنا، وعشان احنا البنت ما تتعرضش انها تنزل فتطلب تاكسي فيترازل عليها فيرخم عليها. الشركات النقل دي او شركات المواصلات دي فكرتها اصلا كانت قايمه على ده، قايمه ان البنت ما تتوهنش، ان البنت تطلبه من عند بيتها فيجي لها لحد البيت، فتبقى رحلتها كلها مسجله ومراقبه لحد ما توصل للمكان. لكن فجاه سمعنا قصص كتيره جدا متعلقه بشركات المواصلات اللي المفروض هدفها راحة البنات والسيدات. طبعا من أول حبيبة رحمة الله عليها، حبيبة الشماع اللي فجأة فقدت بسبب برضو إنها كانت راكبة في أوبر، والسواق حصل منه إنه يحاول الله أعلم إيه اللي حصل جوه العربية، ما نعرفوش. والبنت كل اللي قالته قبل ما تموت إن هو كان بيضايقها أو بيتحرش بيها، وقابلت وجه كريم واتحكم عليه، والقانون قال كلمته، والقضاء العادل اللي احنا بنثق فيه قال كلمته. افتكرنا إن لحد هنا القصة هتقف، وافتكرنا ان لحد هنا مش هنسمع حوادث تانية، اكيد الشخص ده هيبقى عبرة. لكن سمعنا حوادث تانية مختلفة، وسمعنا ان اخر حادثة دلوقتي ان في واحد اتعرض لبنت اللي معروفة بفداة التجمع، اللي خدها مفروض انها كانت راح طلبت اختها اللي طلبت الاوبر، وراحت ركبت معاه الاوبر، وفي وسط الطريق اتضايقها واعترضها ودخل بيها مكان غير المكان اللي هي المفروض رايحه ليه، وقال لها انا هجيب ميه من شنطه العربيه، فتح شنطه العربيه ومعاه قطر. البنت دفعت عن نفسها، مسكت القطر منه، اتعورت. قصه طبعا كلنا عارفينها وقلب السوشيال ميديا وكلنا بنتكلم فيها، لان ما زلنا كلنا خايفين. يعني انا واحده من الناس كنت ممكن اقول لوالدتي لو هي جايه لي يا مامي هطلب لك اوبر، دلوقتي لا، ما اقدرش اعمل ده، اخاف. مع ان والدتي يعني ست اكيد في سن امهاتكم، لكن دلوقتي انا اصبحت بخاف عليها، واكيد كلكم عندكم نفس الخوف. لحد ما طلع اخو المتهم وقال اخويا مظلوم، وان في كاميرا هتثبت الحقيقه وهتثبت ان اخويا مظلوم، وان اخوه ما بيسمعش، وان البنت اللي هي اشتكته هي اللي خطفت التليفون من على ودنه، وكلام كتير اتقال. وخليني قبل ما اعلق نسمع كلام اخوه وارجع اقول لكم الحاجه المهمه اللي عايزه اقولها. خلينا نسمع الاول الاخ قال ايه. كده يا استاذه لو سمحتي ممكن نلغي الرحله؟ قالت له اختي اللي طالباها. قالت له قال لها ممكن تكلمي اختك تلغيها؟ قالت له اه. كلم اختها قالت له قال لها لا. اختها قالت له لا مش ممكن نلغي الرحله. قال لها طيب انا ممكن الغيها من عندي؟ قالت له الغيها. لغى الرحله حسين من عنده. قال لها طيب خلاص اتفضلي انزلي. نزلت. قالت له اديني تليفونك اعمل مكالمه لاختي. اديني تليفونك اعمل مكالمه لاختي. اداها التليفون. راحت هي واخده التليفون وراحت شاده السماعه. هو لما السماعه بتفصل هو ما بيسمعش خالص. عنده سماعه، هو ضعيف السمع، عنده ضعف السمع جدا. وماشي بسماعه، ولما السماعه دي بتتشال من ودنه هو ما بيسمعش خالص. ما بيسمعش خالص. شدت السماعه منه وهي شايفاها في ودنه، وخدت منه التليفون ونزلت وفتحت العربيه وراحت سايبه له العربيه وراحت ماشيه. هو نزل بيقول لها يا استاذه لو سمحتي حاسبيني على المشوار واديني التليفون بتاعي. قالت له لا انا مش هديك حاجه. اضطر انه يخطب منها تليفونه، وخد تليفونه منها وركب عربيته بكل هدوء وهو ما هربش وسابها ومشي. قطر ده اللي تفصل فيه حقوق الشرع دي ما جاتش في سيره قطر. وبعدين احنا خلينا ناس عاديين كده. احنا دلوقتي ده راجل سواق، مجرد ان عربيته تعطل في اي مكان لازم يبقى معاه بنسه، مفك، قصافه، قطر، الحاجات اللي هي بيستخدمها في شغل العربيه. وانا ما بدافعش عنه، بس بقول ده ممكن يبقى الحاجات دي في العربيه. وهو انكر ان اصلا كان معاه قطر. الله اعلم ممكن هي تكون عورت نفسها، لان اصلا السيناريو اللي هي حكياه ده سيناريو عامل زي ما يكون واحد كاتب سيناريو الفيلم، سيناريو مترتب. استحاله شخصيه حسين هترتب كل الفيلم اللي محكي ده بالظبط كده. السيناريو اللي محكي دوت واحد مرتبه، واحد قانوني مرتب السيناريو دوت عشان حسين يلبس القضيه. ممكن يكون عشان هو لغى الرحله ونزلها، هو نزلها في الطريق وما رضيش يكمل الرحله، مع انه استأذنها ان هو يلغي الرحله وعملها.
ده كان كلام اخو المتهم. اكيد طبعا اخوه هيدافع عنه، واكيد هيقول الف حجه وحجه عشان يقول بيها ان حسين اخوه مظلوم، وبيقول ان هو اي واحد بيبقى معاه قطر او قصافه او اي شيء عشان لو العربيه عطلت. هنفترض ان الكلام ده منطقي، مع انه اكيد في ناس كتير قوي مش هتقتنع بالكلام ده، ولكن هنا السؤال، هي البنت هتعور نفسها ليه؟ سؤال مهم. يعني هنفرض ان البنت دي اتخانقت مع السواق، انا بحط نفسي مكانها، اتخانقت مع السواق، طب انا ليه هعور نفسي؟ حتى لو انا السواق ده مضايقني، ما انا ممكن اشتكيه، ما انا ممكن اقدم فيه شكوى، ليه انا هعور نفسي؟ دي نقطة مستغرباها جدا في كلام اخو المتهم. النقطة التانية، شركة اوبر ليه تشغل حد عنده ضعف سمع؟ ليه؟ يعني مفروض ان هي اي حد بيتقدم لشغل في الشركة دي بتشوف هو عنده ايه. انا ما بقولش ان احنا البني ادم اللي عنده ضعف سمع او البني ادم اللي فاقد نعمه معينه مفروض ان احنا ما نشغلوش، لكن اكيد شغلانه زي دي بتستدعي انه بني ادم يكون صحيح سليم، خاصه حاسه السمع عنده، بحيث انه بيتعامل مع ناس لازم يسمعهم ويسمعوه. فهنا برضو نقطة تانية نعيب بيها على شركة أوبر، اللي أنا مش فاهمة إزاي بيشغلوا عندهم ناس ممكن زي قصة حبيب الشماع اتقال إن كان ليه محاضر قبل كده وإن كان في كذا شكوى مقدمة في الشخص ده. أسئلة كتير جدا بتخلينا نقف ونقول هنوصل لفين؟ هنوصل لفين؟ شركة أوبر أو الخلاف أو يعني على شكلات أي شركة بتعمل نفس الأداء وبتوصل للسيدات والرجال، إحنا هنوصل لفين؟ هنسمع ايه تاني؟ احنا بقينا عندنا رعب وطول الوقت خايفين وطول الوقت قلقانين، عايزين نشوف مسؤول نكلمه. مين المسؤول عن الشركة دي؟ مين اللي سايب ولادنا يتبهدلوا كده؟ مين وهدفه ايه؟ النقطة المهمة اللي بتكلم فيها بقالي كتير جدا من ايام حبيب الشماع، وطلعت عملت لايف واتكلمت وقلت ليه ما بيركبش كاميرات في السيارة؟ ليه ما بيبقاش في العربية كاميرا؟ ليه؟ يعني انا سافرت الدول العربية، ده طبيعي، امر طبيعي، بتفتح باب التاكسي بيبقى قدامك كاميرا، بتفتح باب الكريم او ايا كان الوسيله اللي هناك بيبقى قدامك كاميرا. ليه ده مش موجود هنا؟ ليه مفيش امر الزامي ان السواق ده يركب كاميرا، وفي حاله عطلها او قال انها ما كانتش شغاله يحاسب ويبقى في حساب رادع وقانوني عشان نطمن، لان مصر بلد الامن والامان. مش عايزين شويه مشاكل زي دي او شويه حاجات بتحصل من بعض الناس اللي ما بيخافوش ربنا يخلونا نفقد اماننا في بلد الامن والامان، البلد اللي كلنا عايشين فيها في حمايه وخير وامن وامان من كل الجنسيات في كل الدنيا. عشان كده النهارده انا حبيت افتح معاكم موضوع قصه اوبر، لان هدفي منه ان انصح كل بنت خدي بالك قوي، خدي بالك، لان دلوقتي لازم تاخدي بالك. ما ينفعش تنزلي من بيتك تليفونك مش مشحون، ما ينفعش تليفونك يفصل جوه العربيه، لان احنا مش عارفين ممكن جوه العربيه اللي يحصل. فلازم اول حاجه تليفونك يكون مشحون، لازم يكون معاكي حد متابعك في رحلتك، وطول الوقت زوجك، ابوكي، اخوكي، اختك يكون متابعك لحد ما توصلي المكان اللي انت وصلتي له. لازم تبقي عارفه من بدايه هتدفعي كاش ولا هتدفعي فيزا، وده يبقى متفق عليه من قبل ما تنزلي تركبي في العربيه اللي انت طالباها. عايزين ناخد بالنا من تفاصيل ممكن كنا بنتغافل عنها، ما بنعملهاش حساب عشان احنا مطمنين، لكن لما فقدنا الامان يبقى هنا بقى لازم نقف، ولازم ناخد بالنا، ولازم كل واحده تبقى معرفه اختها او امها انا رايحه فين، وخدي بالك وانا طالبه الرحله والسواق اسمه فلان الفلاني ورقم العربيه كذا كذا كذا، وموبايلك مشحون عشان لو حصل اي حاجه تعرفي تتكلمي وتتواصلي. وربنا هو الحافظ وهو خير حافظ وهو ارحم الراحمين، ولكن احنا في الاخر بنعمل اللي علينا. لسه الموضوع بينظر فيه القانون، وهو اللي هيقول كلمته الاخيره مين الظالم ومين المظلوم، ومين فعلا اللي كان مخطئ ومين اللي معاه حق. واكيد المخطئ هيحاسب باللي عمله وربنا هيجازيه قبل ما القانون يجازيه.